السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي حبايبي مننساش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسونيش بكومنت حلو ولايكات اكتر. معاكم قناة فنجان الهنا. يلا بينا نشوف فنجانك هيقول ايه يا برج الجوزاء. بس قبل ما نبتدي حبايبي ياريت كده نصفي النية وندي لنفسنا طاقة ايجابية ونسمي بسم الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خير ان شاء الله يا برج الجوزاء. طبعا لا يعلم الغيب الا الله. القراءة بتنطبق على الجنس رجل وامرأة وكل الاعمار. القراءة بتكون عامة وليست خاصة. يلا بينا نحط لايك نحط كومنت حلو ونرفع بالفيديو بتاعنا. بسم الله الجوزاء. شايفة هنا اني في شخص انت كنت مرتبط بيه يا برج الجوزاء. ممكن تكون الشخص ده انفصلت عنه وممكن يكون لا، لكن في مشاكل او معاك وكأني مش معاك معلق. شايفة ان هنا البعض منكم في اولاد معاكم او يكون حد يعني فرد من اولادكم، يعني يكون مثلا شخص انت عندك ولد او بنت او تكون اولاد عندك، الله اعلم ايه العدد بتاعهم لانه مش واضح. ولكن انا شايفه انك انت اخد اولادك وخلاص. عموما ان انت مش مديله ظهرك، بس هو في هنا حاجز ما بينكم. الحاجز ده ممكن يكون طرف ثالث وممكن يكون عقبة، الله أعلم إيه هي يا برج الجوزاء. طيب الشخص ده أنت مش مديله ظهرك، لأن أنا شايفة إن هنا في صلة، في تواصل، في حاجة ممكن تكون مخليكم متواصلين مع بعض، ممكن تكون منفصلين وممكن تكون لأ زي ما قلت. شايفة ان انت هنا مع اولادك ومفيش اي مشكلة مع اولادك، بالرغم انك طاقاتك السلبية اللي انت فيها وضغوطاتك ومشاكل ونفسيتك عموما تعبانة، بس برضو يعني مع اولادك وكده شايفة ان هو هنا سايبك في حالك. لا يا برج الجوزاء، مش سايبك في حالك، ده عايز الدنيا تتمرجح بيك. يعني انت هنا زي ما يكون انت هنا يا برج الجوزاء على مرجيحة. يعني انت عايز تسعد نفسك بنفسك، عايز تسعد اولادك وتسعد نفسك، ولكن هنا لا، ده عايز يقلب بكم مرجيحة. يعني عايز ايه؟ يمرجحكم في الدنيا، عايزكم مش مرتاحين. عموما انت يعني مش عايزك مرتاح ومش همه الشخص الاولاد اللي معاك ده، يعني مش هممهم، مش همه انك انت لو تعبت من الاشخاص ده هتتعب معاك، والاشخاص دي من لحم ودمه. لا، كل شغله انانيته. والشخص اللي في اللي ممكن يكون الحاجز ده شخص او ممكن يكون شيء تاني الله اعلم بيه. يعني هو في النص هنا كده، ممكن يكون شخص متدخل. يعني الله يكون في العون لو انت امرأة برج الجوزاء او رجل برج الجوزاء. برضو شايفة البعض منكم في مشاكل عاطفية او مشاكل عائلية. عموما شايفة ان في دوشة عندك، في كعبلة عندك، في شيء حصل للبعض منكم. انت تعبان او شخص قريب منك تعبان. شايفة ان في هنا كعبلة عندك، يعني او ممكن يكون شخص لا قدر الله حصل حاجة في قريب منك. شايفة ان هنا في اسرة تعبانة، اسرة في مشكلة، ممكن اسرة حزينة. شايفة ان البعض منكم في البيت عندك انت مش مرتاح فيه، لخبطة، في كعبلة، في طاقة سلبية غير طبيعية في البيت اللي انت فيه ده، حتى انت مش مرتاح فيه. صح كده؟ انت مش مرتاح في البيت بتاعك، حاسس بان انت بتتخنق، مش طايقه، ان البيت ده انت في طاقة سلبية فيه. شايفة هنا كمان في هنا حرف اله. حرف اله ده يخصك انت او يخص حد تاني، ولكن هو موجود هنا. ممكن يكون هو السبب في اللي انت فيه ده، الله اعلم. ده لو هو شخص سيء انت تعرفه، يعني غير كده لا، مش طاقتك يعني. شايف ان انت متكتف في شيء، مش قادر تعمل حاجة. شايف ان انت متكتف مخنوق، مش قادر تعمل حاجة في شيء معين انت عايز توصله، او بس شايف ان انت مستسلم في الخنقة اللي انت فيها، مستسلم لها، مش عارف تعمل ايه. هنا في حرف الت، وحرف الت في طاقة سلبية. يعني ممكن تكون انت اللي بحرف الت في اسمك وفي طاقة سلبية، او شخص قريب منك شخص سيء هو السبب في الخنقة اللي انت فيها، الله اعلم برضو. وفي هنا كمان حرف النون، وهنا في عمر او عمرو يا برج الجوزاء.
ده شخص برضو قريب منك او ممكن تكون انت هنا عندك مشكلة، في مشكلة عندك بس اخرتها انفراجة. يعني في مشكلة عندك بس اخرتها انفراجة، او تكون انت مريت بمشكلة وان شاء والحمد لله آه خرجت منها على خير. في شخص عامي عن شيء انت عايز تلفت انتباهه للشيء دوت، بس انت شايفه ان هو اعمى فيه، مش شايف حاجة. في حسد موجود عندك. هنا في حد منكم مع اولاده و خرج شخص خلاص من ورا ظهره، او بيخرجه او مكبر دماغه منه بقى خلاص. هو شخص انت عارف ان هو عنده طاقة سلبية، والشخص ده ممكن يكون انت عارف ان هو عنده سحر او حاجة، بس انت تعبت فانت بتخرجه بره حياتك. او تكون خلاص يعني انت رمي، انا شايف ان انت رميه ورا ظهرك. يعني انت ايه، انت مهتم باولادك. شايفة كمان ان البعض منكم مش اولاد، ده شخص تاني انت بقيت معاه ورميت الشخص ده من ورا ظهرك، او حطه ورا ظهرك مش بتفكر فيه، بالرغم ان هو موجود معاك. بس مش موجود معاك ان هو معاك، لا، بس هو ايه، شايفة ان الشخص ده بيخرج خلاص خالص. يعني ممكن تكون انت خلاص بتبتدي ان انت تتأقلم مع الشخص ده خالص، مش بتفكر في الشخص ده زي الاول. هو لسه بيخرج منك او لسه خارج منك يمكن. طب تعالى طيب هنا نشوف الفنجان بتاعك. واللي محطش لايك يحط لايك بعد اذنكم بليز. شايفه هنا ان في حد لابس فستان ابيض. في هنا زواج هيتم للبعض منكم بعد كلام ومشاكل وكلام كتير هيتم. بس هو في عموما دوشة، يعني هو هيتم بس في برضو دوشة يعني. فاهمين يا جماعة؟ يعني الاشخاص السبب في ان اللي كان في مشاكل هي موجودة محاصرينك يعني. برج الجوزاء، شايفة انك انت عندك حنين لشخص كان طالب ان يكون حر، طالب ان يبعد عنك. الشخص ده كان هو كان الشخص ده كان عايز يكون حر، فشايفة انك انت عندك حنين للشخص ده. او يكون العكس، يعني ممكن تكون انت اللي كنت خلاص يعني عايز تكون حر وبعدت عنه، ولكن الشخص ده عنده حنين ليك. يعني ايه، في شيء من ده. طب انا عموما شايفة ان الشخص ده لو انت هو اللي كان طالب ان يكون حر ويبعد عنك، شايفة ان الشخص ده هيهتم بيك الفترة ديت. بس شايفة ان هو عايز يهتم، يعني عايز يهتم بيك، عايز يقرب، ولكن شايفة هنا ان في حاجة فوق دماغه. يعني شايفة ان في ضغوطات فوق دماغه من اشخاص، او يكون ده الشخص ده متربط بسحر. اللي هو بيعمله ده مش طبيعي، او تكون انت بقى يا برج الجوزاء، الله اعلم. ولكن شايفه ان الشخص ده يعني مش طبيعي. بس شايفه ان عموما البعض منكم حصلت له الانفراجة ديت، خلاص خرج من المشكلة ديت. دي كانت مشكلة، كانت كارثة بالنسبة لك، مشكلة، ولكن خرجت منها او هتخرج منها. يعني شايفة لك في انفراجة. شايفة ان بعضكم علمت شخص درس، اديته الدرس في شيء معين عمله معاك، اديته الدرس انت. او يكون انت خدت اتعلمت شيء من حد. بس شايفه ان في الحالتين انت لو علمت حد درس وخدت منه حقك، فشايف انك انت سعيد انك خدت حقك. او يكون الشخص ده انت اتعلمت منه من اللي هو عمله فيك، بس في الحالتين برضو اتعلمت برضو وهتكون مرتاح وهتكون سعيد. عموما في الحالتين سعيد. في شخص هنا انت بتتكلم عنه ان هو اعمى، مش شايف اللي بيحصل حواليه، بتشاور عليه وبتقول ان اعمى، بتتكلم عنه وبتقول ده شخص اعمى، والله ما فاهم حاجة ولا شايف اي حاجة ولا حاسس باي حاجة. انت بتعتبره انه كده شخص مغيب فعلا. برج الجوزاء، شايفة هنا ان في سند ليك، في هنا عناء منه، بتعاني منه. سند ليك، سند ده ممكن يكون من الناحية العاطفية، ممكن يكون حد من الاخوات، ام اب، الله اعلم. ولكن شايفة انك انت هنا بتعاني منه. برج الجوزاء عندك عناء منه، بتشتكي منه، محتار فيه، الله اعلم. شايفة ان البعض منكم هنا عايز تزور يعني عايز يعني تروح مكة على اساس يعني عندك طاقة سلبية، فعايز ايه تزور الكلام ده، الحاجات اللي زي دي، اللي هي عايز تعمل عمرة، حاجة زي كده.
شايفة كمان ان البعض منكم شايف ان ده الحل الامثل، انك انت تروح مكة المكرمة. وده فعلا الحل ليك، يعني لو بايدك تروح روح. برج الجوزاء شايفة ان هنا انك انت في شخص سام في حياتك مرتبط انت بيه، يعني ممكن تكون مرتبط بيه في علاقة عاطفية، ممكن صديق، ممكن حد من الاهل، ممكن حد من الناس المقربين. مش ان انت مرتبط بيه، لا، يعني يعني الشخص ده معاك لسه وتعبان انت منه، لكن معاك. هو انت مجبور عليه ولا ايه بالظبط؟ ما انا مش فاهمة، لانك هو تعبك جدا جدا، وبرغم كده انك انت برضو معاه. بس هي بنسبة كبيرة ان الشخص ده من الناحية العاطفية. برج الجوزاء شايفة انك انت في امر عندك انت عايز توزن فيه الامور، يعني عايز توازن في امورك. عايزه ماشي بميزان، بس انت لسه مش عارف الكلام ده من الناحية العاطفية للبعض منكم. بس هتوصل انك انت توازن امورك. ممكن تكون في مشاكل وانت بتحاول انت توازن امورك، انك تهدي الدنيا، تكون الدنيا مستقرة، فبتحاول توازن كده نفسك، توازن امورك في المشاكل. ممكن انا بديك هنا مثال، ولكن انت انت اللي عارف ايه الامر اللي عندك اللي انت عايز تكون موازن فيه امورك. ده كده انفراجة حلوة قوي بعد هم وغم ليك وكلام قلنا وقالوا حاجات كتير. شايفة اني عندك انفراجة. برج الجوزاء عندك ملل من شخص عنيد، شخص عنيد قوي، مش شرط يكون من الناحية العاطفية، ممكن وممكن للبعض منكم. انت متحمله، استحملته كتير قوي. الشخص ده شخص عنيد مليت منه، بس بالرغم انك انت بتعاني بس بتتعامل بحكمة، بس محيرك جدا جدا. الشخص ده ممكن يكون من الناحية العاطفية، ممكن يكون لأ. طيب برج الجوزاء خلصت قراءتك، تابعوني عليكم في الكومنتات. اذا عجبكم الفيديو مننساش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبالنهاية انا بشكركم وبتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق في حياتكم، وانتظروني في قراءة فنجان جديدة. بحبكم في الله، بحبكم جدا جدا. باي باي حبايب قلبي.